السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض طريقة الليمون المخلل. انا عملت لكم فيديو الزيتون قبل كده، والنهاردة هعمل لكم فيديو الليمون المخلل. زي ما انتم شايفين اهوت، ما شاء الله، شايفين شكله عامل ازاي. طبعا انا ده برطمان مخللاه من قبل كده وتخلل الحمد لله، فطبعا طلعت اوريكم شكل اللي هيبقى شكله عامل ازاي بعد ما يتخلل. شايفين بصوا جميل ازاي، وشايفين الخلطة اللي فيه دي خلطة الفلفل مع الجزر المبشور. هوريكم بقى ازاي بتتعمل وازاي تطلعي الليمون بالشكل دوت. ان شاء الله الوصفه تعجبكم باذن الله وتنال اعجابكم باذن الله، وتعملوها وتطبقوها، وان شاء الله مش هنشتري مخلل من بره تاني ان شاء الله. يلا مع بعض نشوف طريقتنا النهارده في تخليل الليمون المخلل. وهي بقى يا حبايبي المقادير اللي هنخلل بيها الليمون النهارده. زي ما انتم شايفين انا جايبه 2 كيلو ليمون اهوت، وغسلاهم طبعا ونضفتهم كويس زي ما انتم شايفين اهوت. ومعايا فلفل اخضر، حبه فلفل كده هحطهم على الليمون عشان انا بحب طعم الفلفل المخلل قوي مع الليمون. ومعايا بشر جزر زي ما انتم شايفين اهوت، معايا بشر جزر. انا طبعا كان مجمد في التلاجة، انا بحب اجيبه واحفظه في التلاجة عشان اي وقت عاوز الحاجه الاقيها قدامي. ومعايا اهوت كمان ادي هرسه الفلفل اللي انا عاملاها. بتجيبي الفلفل الاحمر زي ما انت شايفه وتهرسيه في الخلاط بالشكل دوت. ومعايا كمان كيس ملح هحتاجه عشان خاطر برطمانين الليمون، لان انا ال2 كيلو هعملهم في برطمانين عشان البرطمانات اللي عندي بتشيل كيلو ليمون. خلاص يلا بقى نبتدي مع بعض طريقتنا ونشوف هنعمل ايه في الليمون بتاعنا. اول حاجه هبتدي بيها هجيب حله عندي كده كبيره، وهنزل بال2 كيلو ليمون اللي عندي زي ما انتم شايفين كده، هنزل بيهم في الحله. وبعد كده بقى هغطيها بالميه، هغطي الليمون دوت بالميه زي ما انتم شايفين كده. اهو لازم يكون الليمون متغطي. خلاص كده اهو حطيت الليمون في الحله وغطيته بالميه زي ما انتم شايفين، وهرفعه بقى على النار. اهو يا حبايبي بقى زي ما انتم شايفين انا علقت عليه اهوت على النار. هسيبه بقى كده لحد ما الليمون يبتدي يغلي، واول ما الاقي الليمون ابتدى يغلي هسيبه بالظبط 5 دقايق. انا مش عايزه اسيبه يستوي على النار ولا اني اسيبه يتسلق كويس عشان خاطر ما يتهريش معاكي بسرعه. انت بتسيبيه بس يا دوبك اول ما الميه تغلي، بعد ما درجه الغليان بقى تبتدي تسيبيه يغلي مع نفسه 5 دقايق وتدفي عليه. بالشكل ده هيتخلل معاكي وهيقعد معاكي سنه بحالها، تحافظي عليه مش هيجرى له اي حاجه لحد الموسم الجاي. يفضل الليمون زي ما هو، لا يتهري ولا يبوظ ولا يجرى له اي حاجه. هنستنى بقى مع بعض لما يغلي ونشوف هنعمل ايه. ولحد بقى الليمون يا حبايبي ما يغلي ونصفيه بعد كده من الميه عشان نخلله. هنجهز بقى معانا الخلطه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين انا حطيت الهريسه الحمراء او الفلفل الاحمر اللي انا ضربته في الخلاط زي ما انتم شايفين، حطيته اهوت في طبق. وهبتدي اجيب كيس الملح اهوت، بصوا اهو، وهدلقه كله هنا زي ما انتم شايفين. وهبتدي كمان برضو هجيب الهريسه الجزر اللي عندي اهي، وانزلها كده على الفلفل، لان انا هخلطها مع الفلفل عشان خاطر تبقى دي الخلطه اللي هخلل بيها الليمون اهي زي ما انتم شايفين اهي. وهقلبهم بقى مع بعض كويس اهو. اهو وهسيبها بقى كده لحد ما الليمون بتاعي يجهز، وهوريكم بقى هنخلله ازاي. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو، انا كده سايباه كده بقاله حوالي 6 دقايق او 7 دقايق كده. خلاص كفايه بقى عليه كده، عشان زي ما قلت لكم عشان لما نخلله يقعد معانا اطول مده، ما يتهريش معانا ويقعد بالسنه متخلل معانا. اطفي بقى عليه واصفيه واسيبه بس كده يبرد كده يهدى، واوريكم بقى نخلله ازاي.
بقى يا حبايبي الليمون اهوت بعد ما السلق اهوت وصفيته من الميه زي ما انتم شايفين اهوت وسبته بقى هدي شويه. هنبتدي بقى نعمل ايه بقى؟ هنبتدي بقى كده نخليه كده قدامنا، وهجيب البرطمان اهوت اللي انا هعمل فيه اهوت زي ما انتم شايفين. دي البرطمانات اللي انا بعمل فيها، يعني بقى بتاخد حوالي كيلو او كيلو ونص. فهي بقى انا هحطه بقى كده وهبتدي اجيب بقى كده. وبصوا بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي اجيب الليمونه كده بصوا واشقها كده اهي، بحيث ان هي تتفتح كده بصوا زي رغيف العيش كده من النص اهي. وابتدي اجيب الخلطه اللي انا عاملاها دي كده واحطها في قلبها كده اهو زي ما انتوا شايفين، وارمي في البرطمان كده. هنجيب واحده تاني زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا هاجي كده من النص او كده اهي، بس انا بحب اعملها كده حسب. بصوا لو الليمونه مفتوحه معاكم افتحوها حسب ما هي ايه مشقوقه قدامكم كده اهي اهي زي ما انتوا شايفين. واقلب كده في الخلطه، اقلبها كده كويس اهي. بصوا اقلبها كده اهي، واروح حاطه ايه في قلب الليمونه كده زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا اهي تاني اهي، نفتح الليمونه كده اهي، واجيب كده الخلطه وادخل جوه الليمونه كده اهي زي ما انتوا شايفين. مليتها واحط في البرطمان تاني برضو اهو اهو. اروح معبيها اهي خلطه زي ما انتوا شايفين. بصوا بملاها كده واروح رميها. هنخلص بقى كله كده واوريكم. جميله اهو يا حبايبي بقى. خلاص خلصنا الليمون اهوت بتاعنا النهارده، وشوفنا طريقته سهله وجميله ازاي، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وتضمني ان انت تاكلي حاجه نضيفه من البيت انت اللي عاملاها بايدك وبالطريقه اللي تحبيها. وزي ما انتم شايفين شكله جميل قوي، ولما بيتخلل كمان زي ما وريتلكم شكله بيفتح النفس على الاكل وبيبقى جميل جدا. ان شاء الله وصفتي تعجبكم النهارده، واتمنى انكم كلكم تعملوها، ومستنيه بقى ارائكم في التعليقات. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناه. وان شاء الله استنوني بقى مع بعض في وصفه جديده من مطبخ فاري.